في أثناء ينطلق الشوط الأول من المقابلة وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا الفريقين. ينطلق هذا الشوط ومعه تبدأ المحاولات. هنا خطأ مع بداية اللقاء، أعتقد كانت محاولة إبعاد الكرة. يجده في الجهة اليمنى عبد الغفور لميرات، العرضية من لميرات في الوقت المناسب يستقبل الكرة رضا بونغا في الوقت المناسب. هذا الحارس الذي كان رائعا في الموسم الماضي وأيضا في هذا الموسم يؤكد. هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة. ارتباك كبير على مستوى خط دفاع النادي المكناسي. محاولة، فرصة، التمرير، إيصال الكرة لإبراهيم، كرة في منطقة الجزاء دائما لعناصر نادي أولمبيكس في عبد الغفور لميرات. ما زالت الفرصة متواصلة مستمرة، يضغط أولمبيكس في يواصل البحث، يكثف من فرصه ويزيد من ضغطه، يريد التسجيل، بينما النادي الرياضي المكنسي يكتفي بالدفاع في هذه اللحظات. يدافع عن مرمى الحارس رضا بونغا، العرضية إمكانية التسجيل. ما الذي ضيعت يا إبراهيم؟ إبراهيم البحراوي يضيع فرصة سانحة للتسجيل. الجماهير تواصل التشجيع هنا في مدرجات ملعب المسيرة الخضراء. هنا اللقطة، هنا الكرة وصلت في أفضل الظروف لإبراهيم الذي لم يكن يتوقع ما الذي حدث. هنا اللقطة فقد التوازن، فقد التركيز. فرجي كرمون، التمرير، محاولة دائما لأولمبيكس في حمزة مجاهد، مرر الكرة ليوسف ماشط، العرضية، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى للنادي الرياضي المكناسي وللرضا بونغا. تتواصل المحاولات. شيخنا المالي، وصلت الكرة للمالي، شيخنا ساماكي من جديد، العرضية من شيخنا، الكرة وصلت لأبدولاي من المالي، شيخنا ساماكي لمواطنه المالي عبدولاي ديارا. كان قريبا أولمبيكس في من تسجيل الهدف الأول. هنا اللقطة العرضية، المتابعة من عبدولاي ديارا، استبسل في الدفاع عن مرماه في هذه اللحظات. الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين أولمبيكس في ونادي المكنسي. بلد خل عبد الغفور في انتظار التعرف على هوية اللاعب الذي غادر مع بداية الشوط الثاني. ينطلق الشوط الثاني من اللقاء وتنطلق معه الفرص والمحاولات. كرة على مستوى خط الدفاع، فرجي كرمون، الفريق المضيف يواصل الضغط بنفس سيناريو الشوط الأول. كانت البداية بالضغط والمحاولات. جول 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 جول. إن انعدمت الحلول فإبراهيم البحراوي متواجد حاضر لزيارة الشباك ولقيادة أولمبيكس في للحصول على الأسبقية والتقدم. هذا ما تحدثت عنه مع بداية اللقاء. إن لم يجد أمين الكرم الحلول فإبراهيم البحراوي حاضر بخبرة السنين وبتجربة السنين. سيلعب في قادم دقائق لعدد كبير من اللاعبين في نصف ملعب أولمبيكس. في هنا الرضواني، التسديد من الرضواني الذي كان متسللا محمد الرضواني في اللقطة الماضية، لكن كان التصدي من خالد كبير علوي. هنا اللقطة، عبد الرحمن كساك، تمرير الكرة لأبدولاي كساك، الحكم منح الأفضلية. كرة دائما لأولمبيكس في عبد الرحمن، يواصل المراوغة، التدخل من دفاع النادي المكناسي. الرضواني، التمرير، فرصة، محاولة، تدخل من فرجي كرمون. إذن أدردور
ولحسن أزقاو يطلبان من عبد الرحيم الرخيز التوجه لشاشة الفار لمتابعة اللقطة. سيتابع اللقطة وسيتأكد، سيأخذ الوقت الكافي عبد الرحيم الرخيز. بعد ذلك سيعلن عن القرار النهائي، هل سيعلن عن ركلة جزاء لأولمبيك أسفي أم سيطلب مواصلة اللعب. تقنية الفار. عبد الرحيم الآن سيعلن عن القرار النهائي. ركلة جزاء، ركلة جزاء لأولمبيك أسفي. الخبر السار لعشاق الفريق، الخبر السار لأولمبيك أسفي. ركلة جزاء لأولمبيك أسفي في الدقيقة 79. فرصة ذهبية للحصول على الهدف الثاني، فرصة ذهبية للحصول على هدف آخر. هنا اللقطة، هنا كان التدخل بهذه الطريقة. الحكم يعلن عن ركلة جزاء. كان قد لعب سابقا بقميص نادي أولمبيك أسفي، يواجه اليوم فريقه السابق، يتألق اليوم في مباراة فريقه السابق شيخنا في مواجهة رضا بوناغا ساماكي. الهدف الثاني جول 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 جول. بهذه الطريقة يحتفل ساماكي المالي الذي يواصل التألق. ساماكي احتفال 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 كبير في المدرجات بهذا الهدف الثمين الذي يقرب أولمبيك أسفي من الفوز والانتصار. هنا اللقطة، هنا كان تنفيذ ركلة الجزاء من شيخنا ساماكي. تصبح النتيجة هدفان 2 مقابل شيء. سعد المرسلي، محاولة المرور، محاولة المرور. الحكم كان قد أعلن عن ركلة جزاء. طبعا سيتم التأكد، طبعا سيتم التأكد مما حدث في اللقطة الماضية. هل كان فعلا عبد الرحمن كساك متسللا؟ الصورة أمامكم، اللقطة أمامكم مشاهدينا الكرام. كان قد أعلن عن ركلة جزاء بعد تدخل من معاذ قلوس في غرفة الفار. أحمد أدردور ولحسن أزقو. إذن يتوجه لشاشة الفار. أعتقد لا وجود للتسلل، أعتقد لا وجود للتسلل. سيتأكد من اللقطة. إذا لا وجود للتسلل الآن، سيتأكد من اللقطة. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ هل كان هناك تدخل غير قانوني في اللقطة الماضية من قلوس؟ يتابع اللقطة عبد الرحيم الرخيز، يأخذ الوقت الكافي، لن يتسرع عبد الرحيم. عبد الرحيم سيعلن بعد قليل عن القرار النهائي. هل سيعلن عن ركلة جزاء؟ ستكون فرصة ذهبية. اللقطة أمامكم، هنا اللقطة، هنا التدخل. هل هناك تدخل غير قانوني من قلوس اللاعب السابق للمغرب التطواني ورجاء بن ملال؟ قلوس. هنا اللقطة لا وجود للتسلل، هنا اللقطة لا وجود للتسلل. عبد الرحيم الرخيز يعلن عن ركلة جزاء لأولمبيك أسفي. ركلة جزاء لأولمبيك أسفي. فرصة ذهبية لأولمبيك أسفي للحصول على الهدف الثالث. فرصة للحصول على الهدف الثالث. وقد يتمكن رضا بوناغا من التصدي، قد يتمكن بوناغا من التصدي. مواجهة أخرى بين ساماكي ورضا بوناغا. جول 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 جول. يتواصل تفوق ساماكي، يتواصل تألق المالي هنا في ملعب المسيرة الخضراء. الهدف الثالث لأولمبيك أسفي. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل شيء. من أفضل مباريات الفريق في هذا الموسم، بل هي أفضل مقابلة لأولمبيك أسفي في هذا الموسم الكروي. الفوز الرابع، لكن
ولكنه فوز خاص كيف لا، وب3 أهداف مقابل شيء. التدخل الحكم في هذه الأثناء يعلن عن نهاية اللقاء بفوز أولمبيك أسفي ب3.